السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع علي، ومع ملخص الجولة الثانية من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات الأوروبي. وكيف العادة تألق وإبهار المحترفين المغاربة في المسابقات الأوروبية. في هذه الحلقة غادي نشوفوا الهدف الرائع ديال نايف أغرد وهدفي المهاجم طريق تيسودالي، وكذلك أسيست أمين حارث مع فريق مارسيليا، وأسيست أمين عدلي وتوهج نور الدين أمرابط على الصعيد الأوروبي. فخليكم معنا باش تشوفوا التفاصيل، وما تنساوش الاشتراك في القناة، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. ويلا نبداو الحلقه ديالنا على بركه الله، والبدايه مع المدافع المغربي نايف أغرد، واللي سجل هدف رائع مع ويست هام يونايتد امام فريق فرايبورغ الالماني في الجوله الثانيه من منافسات الدوري الاوروبي. وكيف العاده ملي نسمعوا بلي نايف أغرد سجل هدف فراه اوتوماتيكيا هدف بضربه راسيه من ضربه ركنيه، واللي اصبح المدافع أغرد متخصص في هذه الاهداف. وكيف ما كنشوفوا هنا بلي اللاعب جيمس براونز نفذ ضربه ركنيه متقنه، وكان ارتقاء اكثر من رائع للمدافع نايف أغرد، وسجل به الهدف الثاني لنادي ويست هام، واللي ضمن به الفوز على فرايبورغ الالماني. ومن غير الهدف اللي سجلو نايف فراه قدم مباراه كبيره على الجانب الدفاعي، وتحصل على تنقيط 7.4 في المباراه. ونبقاو دائما في الدوري الاوروبي ونمشيو لمباراه مارسيليا امام فريق برايتون الانجليزي، ومع اللاعب امين حارث اللي قدم مباراه كبيره صراحه، وتمكن انه يعطي تمريره حاسمه للهدف الثاني من بعد ما استغل خطا مدافع برايتون. من بعدها مباشره بدا الانطلاقه ديالو، وتمكن انه يعطي عرضيه متقنه للاعب جوردان مارسيل. ومن الرغم ان مارسيليا كانت متقدمه بهدفين لصفر، الا ان فريق برايتون قدر انه يرجع في المباراه وسجلوا هدفين، وخرجت المباراه بالتعادل 2-2. عز الدين أناحي دخل بديل في الدقيقه 51 وتحصل على تنقيط 6.6. اما امين حارث فاخذ تنقيط 7.9 كاحسن لاعب في المباراه. ونمشيو لمباراه باير ليفركوزن الالماني امام فريق مولدا النرويجي، واللي عرفت انتصار رفاق امين عدلي بهدفين لهدف واحد. امين عدلي تمكن انه يعطي تمريره حاسمه في المباراه، وجا منها الهدف الاول. لعب 87 دقيقه، قدر انه يتحصل على تنقيط جيد واللي هو 8.3. امين عدلي اصبح واحد من العناصر الرئيسيه للمدرب تشافي الونسو. وملي نهضروا على الدوري الاوروبي فضروري نهضروا على نور الدين امراب والنتائج الايجابيه اللي دايرها مع ايك اتينا اليوناني. فبعد الانتصار على فريق برايتون في الجوله السابقه تمكن رفاق نور الدين امراب من التعادل الايجابي امام فريق اجاكس الهولندي بهدف لمثله. امراب كان عنصر اساسي في المباراه، وتمكن انه يقدم تمريره عرضيه سحريه اللي جا منها هدف التعادل. وبهكا فريق ايك اتينا هو متصدر هذه المجموعه الناريه امام كل من اجاكس، برايتون ومارسيليا. امراب تلعب المباراه كامله ما شاء الله، وتحصل على تنقيط 7.1. والى دوري المؤتمرات الاوروبي ومع المهاجم المغربي طارق تيسودالي، واللي التحق مؤخرا بالمنتخب المغربي. تمكن طارق من تسجيل هدفين في المباراه. الهدف الاول كان في حدود الدقيقه 30، تمكن انه يكسر مصيده التسلل من بعد ما تلقى تمريره. قدر تيسودالي انه يخدع المدافع وتوغل مباشره لعمق الملعب، وتمكن انه يدير تسديده قويه اللي سجل منها الهدف الاول. ومن بعد الهدف الاول تمكن طارق تيسودالي باش يسجل الهدف الثاني عن طريق ضربه جزاء. طارق اللي لعب مباراه كامله وتمكن انه يحصل على اعلى تنقيط الا وهو 9.2 ما شاء الله. فمن وجهه نظركم واش طارق تيسودالي غادي يكسب ثقه الناخب الوطني وليد الركراكي ويضمن الرسميه ديالو في المباريات القادمه مع المنتخب المغربي؟ جاوبوني في التعاليق وقولوا لي الاراء ديالكم. وهذه كانت الجوله ديالنا على ابرز المحترفين المغاربه اللي لعبوا في الجوله الثانيه من الدوري الاوروبي ودوري المؤتمرات الاوروبي. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم لهنا وعلى التفاعل ديالكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.